انت تعرف ان 65% من المشاريع الناجحة اللي بدأت بتمبلتس جاهزة اضطرت تعيد بناء الويب سايتس بتاعها بالكامل خلال سنتين؟ التوفير دلوقتي ممكن يكلفك اضعاف بكرة. انا ريمون رافت، مؤسس شركة لوتسيرف للبرمجيات، ومن واقع 15 سنة في تطوير الويب سايتس والموبايل ابس لشركات كبيرة وستارت ابس. خلينا افهمك الفرق الحقيقي ما بين البرمجة الجاهزة والكاستم كود. البرمجة الجاهزة زي البدلة، ممكن تلبسها على طول بس مش هتكون مظبوطة عليك 100%. في المقابل الكاستم كود زي البدلة المتفصلة، بتصممه بالظبط على حسب احتياجك ومقاسك. من واقع تجربتنا مع مئات المشاريع، البرمجة الجاهزة بتيجي فيها أكواد زيادة ملهاش لازمة، عامل بالظبط زي إنك بتشتري موبايل فيه 50 تطبيق مش هتستخدمهم أبدا. ده بيخلي الويب سايت بتاعك بطيء وبياخد مساحة أكبر. أما الكاستم كود بنكتب كل سطر بهدف، كل حاجة فيه ليه وظيفة، وده بيخلي الويب سايت خفيف وسريع. سمعت عن الاختراقات والهجمات الإلكترونية؟ البرمجة الجاهزة عاملة زي القفل اللي كل الناس عندها مفتاحه، أي حد عايز يخترق النظام عارف ثغراته كويس. شفنا مشاريع اتهكرت في ساعات بس لأنها كانت معتمدة على برمجة جاهزة مشهورة. الكاستم كود بيديك أمان أعلى لأنه مش بيعتمد على القوالب المعروفة للهاكرز. أفتكر جالنا عميل كان عنده ويب سايت جاهز من سنة وعايز يضيف نظام مبيعات متكامل مع نظام محاسبة. كان الرد من الشركة اللي عملت له الويب سايت مش هينفع مع النظام الحالي. اضطر يبني الويب سايت بتاعه تاني من الصفر بكاستم كود وخسر كل اللي دفعه قبل كده. الكاستم كود بيخليك ملك للويب سايت بجد. عايز تضيف نظام حجز، متجر الكتروني، نظام تسويق متكامل، كل ده ممكن لان الويب سايت معمول مخصوص ليك من الاساس. الخلاصة، البرمجة الجاهزة زي انك تشتري بيت على الماكيت لكن شكله حلو مش هتقدر تغير فيه حاجة. الكاستم كود انك تبني بيتك بنفسك فممكن تعدل وتضيف عليه براحتك. لو بتفكر تطور الويب سايت بتاعك او الاب او عندك فكرة مشروع جديد ومش عارف تختار ايه الانسب ليك، هنقدر نساعدك ونعمل لك استشارة تقنية مجانية لمشروعك. اكتب في كومنت استشارة نتواصل معاك او زور لينك الويب سايت بتاعنا لتفاصيل اكتر عن مشاريعنا السابقة.